السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا فيديو ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم حلوى كتجي رائعه مقرمشه وهشيشه في نفس الوقيته وبنينه بزاف. ما غاديش تشبعوا منها وغادي تولي معتمده عندكم. جربوها لدوز اتاي، كتجي رائعه واقتصاديه وبسرعه كتوجد. كنتمنى انها تنال اعجابكم. اللي كيشوف القناه ما ينساش يشترك فيها ويفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديد الوصفات. الى عجبكم فيديو خليو لي اكبر عدد من اللايكات، تعليق زوين للتشجيع فقط. بلا ما نزيد نطول عليكم، نمشيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. اذا بسم الله على بركه الله. انا في المقادير غادي نحتاج 120 غرام ديال الزبده، انا استعملت المارغرين. غادي نضيف عليه هنايا واحد الرشه ديال الملح، وغادي نضيف عليه هنايا هذا الكيس ديال سكر منسم بزهره البرتقال. كيعطي واحد اللذه زوينه بزاف للحلويات. يمكن لكم تستغل يعني ديروا غير سكر فاني الا ما كانش متواجد. غادي نضيف كذلك كاس ديال السكر حبيبات اللي كيعادل 150 غرام، وغادي نخلط مزيان ديك الزبده والزيت حتى كيدخل داك السكر مزيان مع الزبده. اللي بغاو كذلك الحلوى ما تجيهمش هكا مقرمشه شويه، يعني ما تجيش هجيشه بزاف، بغاوها تجيهم رطبه، يمكن ليهم يعوضوا السكر حبيبات بالسكر كلاصي. صافي غادي نخلط مزيان كما كتلاحظوا. وغادي نزيد عليهم هنايا كاس ديال الزيت، كذلك اللي كيعادل 150 غرام. هنا الا كنتم مستعملين الزبده ديال الزبده اصل الحيواني، يمكن لكم ديروا غير نص كاس، حيت كما كتعرفوا الزبده كتكون ميدمه. ما غاديش تحتاجوا بزاف ديال الزيت. صافي غادي نخلط هنا مزيان حتى كنتحصل على واحد الكريمه. كتدخل مزيان داك الزيت في الزبده. ضروري من هذه الخطوه باش كذلك الحلوه ديالكم ما تبقاش تطلق لكم هكا الزيت ملي تكونوا تخدموها. غادي نطرب هكا مزيان. يمكن لكم تستعملوا الخلاط الكهربائي. غادي نضيف هنايا حبه كامله ديال البيض، وغادي نضيف صفار بيضه، والبياض غادي نحتفظوا به، غادي نحتاجوه في التزيين. غادي نخلط مزيان. غادي نضيف كذلك هنايا القشور ديال البرتقال اللي حكيتو هكا في الحكاكه رقيقه، ما نوصلوش لديك القشره البيضاء، بما ان القشور ديال البرتقال او البرتقال عفوا متواجد بكثره في هذه الوقيته، غادي نستعملوه في الحلوى. كذلك ديروا الا بغيتوا ديروا كذلك القشور ديال الحامض، فتا هو كيعطي بنه زوينه للحلوى. صافي وكنرجع نخلط مزيان حتى كنتحصل على واحد الكريمه. وغادي نضيف عليهم هنايا نصف كيس ديال خميره الحلويات اللي كيعادل 4 غرام. ما غاديش نضيف هنايا الكيس كله، انا راه كان مفتوح عندي من قبل على داكشي خويتو. غادي نضيف هنايا الدقيق بالتدريج حتى كنتحصلوا على واحد العجين اللي كيكون لين. دائما العجينه ديال الزبده ما كنقصحوهاش باش كتعطينا واحد القوام زوين بزاف في الحلوى. كتجينا هشيشه وفتيه. صافي غادي نبقى نضيف هنايا الدقيق كما كتلاحظوا، كنجمع غير برؤوس الاصابع، ما كندلكوش العجين. ودائما كنستعملوا الدقيق الخاص بالحلويات باش كتحصلوا على واحد النتيجه اللي كتجي زوينه. صافي هذا هو القوام ديال الحلوى كما لاحظتوا او العجين. غادي نعطيكم بالتدقيق. هنايا احتاجيت غير 400 غرام ديال الدقيق، وشاط لي من هذاك شويه اللي وريتكم عاد دابا في الصوره. غادي نحتاج هنايا لداك البياض البيض، وكذلك عندي هنايا كاوكاو اللي مهرمش ما محمرش من قبل، فمازال غادي ندخلوا الحلوى للفرن. غادي يتحمر معاها. صافي غنبقى نشكل هكا كويرات ونفوتهم هكا في بياض البيض، ومن بعد في الكاوكاو هكا مهرمش، وغادي نبسطها واحد شويه هكا بالكف ديال يدي، غير واحد شويه.
بهاد الطريقة صافي ونحطها في الصينية. هنا الحبات انا ما كبرتهمش بزاف حيت مازال الحلوى غادي تنفخ، وكما لاحظتوا راه ما كثرتش الخميره باش ما تنفخش اكثر من القياس. صافي نستمر بنفس الطريقه. كما قلت لكم عطيتكم الوزن ديال الدقيق تقريبي. انا كنت عبرت 400 غرام فما هزيتهاش معايا كلها وشاط ليا واحد شويه. فانتم دائما تبقاو تضيفوا غير بالتدريج حتى كتحصلوا على العجين اللي كيكون لين، ضروري يكون رطب ما تقصحوش العجينه. صافي غادي نبقى نبسط هكا دائما بالكف نتاع يدي، وكذلك باش كيزيد يثبت هذاك الكاوكاو في الحلوى ديالنا. صراحه الكاوكاو مع هاد الحلوى جا رائع وهو عطاه واحد القرمشه زوينه بزاف. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه ونخليكم مع الفيديو. اذا هنايا خديت العجين كله شكلته الكويرات باش بسرعه كنساليو وما كتاخذش معنا وقت كبير. غادي نبقى هكا كنفوتهم في البياض ديال البيض ونفوتهم هكا كذلك في الكاوكاو ونبسطهم بكل سهوله. وفي هاد الاثناء كنكونوا شعلنا الفرن كيسخن من قبل على نار اللي كتكون مهيله. ما تجهدوش الفران في الحلوى باش ما كيسخنش بزاف والحلوى ديالكم ملي كتدخلوها الفرن ما كتخطفش. انا دائما كطيب في الفرن ديال الغاز. صافي كندخلوا الحلوى ديالنا حتى كطيب. النار كتكون يعني من الاسفل النار مهيله. الحلوى ديالنا دائما نخليوها طيب على خطرها باش كتاخذ واحد اللون اللي كيكون موحد كذلك مذهب يعني كطيب حتى من على خطرها كتعطينا واحد يعني كتبقى مقرمشه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. كتبقى مده طويله في ديك القرمشه وصافي كنزلوها كتحمر من الفوق وكنخرجوها. وكيجي هذا هو الشكل ديالها كما لاحظتوا معايا. كتجي محمره وحتى داك الكاوكاو راه كيتحمر. صافي هنايا ستفت هكا من فوق ورق الزبده بعد داك اللي طابت فيه. وغادي ناخذ هنايا عندي شوكولاته بيضاء وشوكولاته سوداء. وضعهم هكا في جيب حلواني وغادي ندير غير هكا واحد ثقب صغير وغادي نبقى هكا نفوت يدي بالزربه وندير خطوط بشكل عشوائي. هاد المرحله اختياريه وكيبقى دائما تزيين حسب الرغبه. يمكن لكم تاخذوا الذوب الشوكولات اسود او ابيض وتغطسوا النص نتاع الحلوى، واللي ما باش يدير شوكولاته يمكن ليه يحتفظ بها غير هكا راه كتشي حتى هي زوينه. صافي غادي نرجع عاوتاني ندوز بالخطوط بشكلات الاسود بهذه الطريقه. صافي والحلوه كتكون واجده. وكيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى اللي حضرت معكم هذا النهار. كتجي لذيذه بزاف وبنينه ومقرمشه بالنسبه اللي كتعجبهم هكا القرمشه في الحلويات. غادي نقسم معكم هنايا باش تشوفوا القوام ديالها. وكتجي هشيشه بزاف من الداخل. كنتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. خرجت لي في الحبات اكثر من 50 حبه. كنشكركم دائما على المشاهده والمتابعه. نتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله. خليتكم الراحه بصحه وراحه ومع السلامه.